السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعين ديال كيت سبورت، مرحبا بكم معنا، وبالصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذا البودكاست ديال اليوم. جينا فيه فقط لتعزية جميع المغاربة. كان واحد الحدث جلل البارح، ألا وهو الزلزال اللي ما نبغيوش يتكرر بإذن الله تعالى. هذا الزلزال اللي أثر في النفوس وأثر في كل شيء، صراحة الله كان صعيب بزاف علينا كاملين، خصوصا الناس اللي كانت قريبة للبؤر ديال الزلزال. احنا شعرنا بالزلزال في المدينة اللي أنا فيها صراحة. كانت واحد اللحظات اللي صعيبة بزاف. في هذيك اللحظات ديال الزلزال تتحس بأنه ما عندكش أي تحكم في أي حاجة. بالنسبة لي أنايا كنت جالس بالدار تتحرك، نط تنشوف من شرجم، تنظن بأنه شي حاجة زاد بشي بني، شي حاجة ما فهمتش شنو كاين، ولكن غير طليت من شرجم فإذا بيا ليس عندي أي تحكم في حتى شي حاجة. الدار تتحرك وشرجمتي يتحرك، وتنشوف الأرض بأنه في أي لحظة قابلة بأنه تطيح. فهذيك اللحظة تتحس بأنه الإنسان ضعيف بزاف، أنه ما عندوش واحد التحكم في الأمور الخارجية كما تيظن. يعني تتحس فعلا بأنه أنت خارج قوة ديالك وخارج الطاقة ديالك باش توقف الدار ديالك اللي تتحرك، ولا باش توقف الأمور ديالك اللي تطيح. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. تتولي تجري تتقلب على الناس اللي قراب لك في الدار باش تهضر معاهم، باش تقول لهم، باش تشوف شنو ديروا، باش ديروا حتى تدريبات مع الانسان باش يعرف كيفاش يتعامل مع هاد الظروف هذه. ف تتشوف الوالدين ديالك تتحركوا معاك وانت تتحرك وما قادرش تخرج من الدار لحقاش يقدر في اي وحده تطيح. يعني ما عرفتش شنو دير صراحه. الله كان واحد المنظر رهيب، وكاين ناس اللي عاشوه باكثر حده، الله يحفظ. من بعد خرجنا كاملين، وهادشي اللي تنظروا المغاربه بزاف باتوا في الشارع، يعني بتنا في الشارع، خصوصا بحال الحاله ديالنا حنا اللي الوالدين ديالنا كبار وهادشي، فتتبات في الشارع اللي واحد المنظر اللي شويه صعيب، وخصوصا تدي معك غير داكشي اللي قدرتي تدي معك، يعني الا كانت بلاصه فيها البرد ولا فيها اي حاجه. المهم هذا غير مثال بسيط، اما الناس راه عاشوا امور اللي اصعب. الحاجه اللي نقدر نقول للمغاربه كاملين هو انه راه الله لطف بينا والحمد لله والشكر لله. تنعزيو الضحايا اللي فاتوا دابا حاليا، العد الحالي فاتوا 1037، خصوصا في القرى المحيطه ببؤره ديال الزلزال. الله يرحمهم والله يرزق اهلهم الصبر، وان شاء الله يعوضهم مولانا على الخسائر ديالهم الماديه. اما خسائر الارواح فلا سبيل لذلك، فقط الدعاء ان شاء الله بالجنان والمغفره. الحاجه اللي خص المغاربه يفكروا فيها شويه هو انه هذا الزلزال هذا فبقوه 7.2، يعني 7.2 زلزال بهذا الدمار. لو كان انه البؤره ديالو كانت في مدينه من المدن لكن الله يحفظ تجمع سكاني كبير غادي تضرب، ولكن شفنا شي آلاف القتلى. الله يحفظ، الله يستر، الحمد لله والشكر لله. لأنه فاش تقارنوا مع الزلزال المدمر اللي كان ضرب مدينة أكادير فديك الساعة راه فقط 5.4، وضرب مدينة فد 15,000 ديك الساعة، يعني أنه هذا 7.2. لكم أن تتخيلوا لو أنه ضرب مدينة. الحمد لله والشكر لله. الزلزال المدمر اللي شفناه في تركيا اللي دا أكثر من 56,000 شخص فرا كان 7.8، يعني هذا بجوجهم، لا هذا ديال المغرب ولا ديال تركيا، متخطين 7 درجات. يعني أنه الحمد لله لطف بنا الله سبحانه وتعالى، ونحتسب إن شاء الله الموتى ديالنا شهداء عند الله سبحانه وتعالى. تنعزيو أي واحد يسمع لهذا البودكاست هذا وكانوا عنده خسائر سواء مادية ومعنوية أو في الأرواح. لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. وإلى هنا ينتهي البودكاست ديالنا، إلى الملتقى.